السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا طلاب تانية اعدادي؟ النهاردة الفيديو التاني من شرح منهج بيانفينو للصف الثاني الاعدادي. الفيديو الاول كل اللي قلناه هو قلنا الكلمات، وساعتها قلتلك ان الكلمات دي مسؤوليتك انت. لازم تحفظ كل فترة يعني كل اسبوع مثلا مربع ولا حاجة. تمام عشان الدنيا ما تتكومش عليك في الاخر. دي كده اول حاجة. تاني حاجة اخدناها وهي وثيقة كتاب المدرسة. ولما جينا قلنا هو احنا هنتعلم ايه في اليونت ده، قلنا اول حاجة ازاي تدعو شخص وازاي تقبل الدعوة. فالنهاردة هنبدأ اول حاجة ازاي ندعو شخص. علشان تدعو شخص لازم تقول 3 حاجات. اول حاجة تقول للشخص ده المناسبة، هي الحفلة دي اللي انت عاملها دي بمناسبة ايه، بمناسبة زواجك ولا بمناسبة عيد ميلادك ولا بمناسبة ايه بالظبط. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة هتقولها هي الميعاد. والميعاد هتقول فيه حاجتين، كده هتقول اليوم والساعة. يعني مثلا لو عيد ميلادك هتقول له انا عيد ميلادي يوم كذا، انا عامل عيد ميلادي تمام والساعة كذا، اكيد مش هتسيبها له مفتوحة. يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة هتقوله المكان، عاملها في بيتك ولا عاملها في نادي ولا عاملها في مطعم ولا عاملها في ايه فين بالظبط. تمام. يبقى دي اول حاجة، ان انت تدعو شخص تقوله 3 حاجات: المناسبة والميعاد والمكان. طب في المناسبة ازاي ادعو شخص واقوله المناسبة؟ اول حاجة ممكن تقولها هي je t'invite à mon anniversaire. je t'invite. invite ده معناه يدعو. انا ادعوك، دي حرف جر معناه الى mon anniversaire. anniversaire يعني عيد ميلادي. يبقى je t'invite à mon anniversaire، انا بدعوك لعيد ميلادي. انا بدعوك لعيد ميلادي. طب والتانية، تاني طريقة ممكن اقول بيها، بصوا هي نفس الجملة je t'invite برضو وفي mon anniversaire، ولكن الاختلاف هي كلمة ايه؟ fêter. fêter. تمام. يبقى ممكن اقول je t'invite à fêter mon anniversaire، معناها انا بدعوك للاحتفال بعيد ميلادي. هي بس كلمة fêter يحتفل. يبقى انا بدعوك للاحتفال بعيد ميلادي. طب تاني طريقة على هيئة سؤال. يعني ايه على هيئة سؤال؟ tu peux venir à ma fête d'anniversaire. يعني ايه peut دي معناه يستطيع. ده فعل اسمه pouvoir، يستطيع. فبيقول له انت تستطيع. venir ده قلنا في الكلمات كان معناه يأتي. هل انت تستطيع ان تأتي à ma fête d'anniversaire، الى حفلة عيد ميلادي؟ تمام كده. يبقى دي ال3 طرق اللي ممكن تقولها علشان تقول المناسبة. je t'invite à mon anniversaire، je t'invite à fêter mon anniversaire، أو tu peux venir à ma fête d'anniversaire. دي أول حاجة، إن أنا أقول المناسبة وقلناهم وكده تمام. طب تاني حاجة إن أنت تقول الميعاد. هتقول إزاي الميعاد؟ هتقول mon anniversaire عيد ميلادي وتحط verb être، بس هتصرفه مع الإيل والآل لأن مون انيفرسار دي هتساويها بالإيل، والإيل في فيرب اتر بتاخد او اس تي. يبقى مون انيفرسار ايه وبعدها تحط، بصوا بقى، ده اليوم ودي الساعة. اليوم بياخد قبله اللو. تمام كده، ما تحدش ينسى الأيام بتاخد اللو، أداة معرفة لو. كلهم مذكرين على فكرة. تمام. والساعة احنا عارفين من واحنا في اولى بتاخد حرف الجر ويتر. هنا افنور. حد يقول لي ايه فان دي ازاي الساعة 20؟ بتطرحها من 12، 20 ناقص 12 تديك الساعة العادية يعني 8. يبقى الساعة 8. تمام. يبقى دي ان انت تقول الميعاد mon anniversaire et le وتحط اليوم. وطبعا يعني محدش يتذاكر الايام 30 يوم، يعني هتقول رقم من ال30. الشهر فيه 30 يوم، وبعدها تحط من 1 ل 12، الشهور 12 شهر. تمام. وبعدها تحط الساعة. كده احنا خلصنا الموعد وعرفنا ازاي نقول اليوم والساعة. طب تالت حاجة وهي المكان. هقول لافت الحفلة. وعلى فكرة ممكن لو انا ده عيد ميلادي، المناسبة عيد ميلادي، فممكن اقول مون انيفرسير عادي. يبقى يا اما لافت يا اما اقول مون انيفرسير، وبعدها برضو احط فيرب اتر. ليه؟ لان لافت مؤنثة يعني هتتحط مكانها ال دي،
فال verb être بياخد est. يبقى la fête est chez moi. لما كنا بنقول كلمة chez moi معناها عندي في البيت، هو حاطط لي ما بين قوسين à la maison. تمام. ممكن اقول au club في النادي. la fête est au club، الحفلة في النادي. ممكن اقول au restaurant في المطعم، اي حاجة. تمام يا جماعة، ان شاء الله ما يبقاش في حد عنده اي مشكلة في الحتة دي. تقول المناسبة، تقول الميعاد، وتقول المكان. تمام. طب افرض انا حد دعاني، تمام، وانا اللي هرد، يبقى انا خلاص انا عرفت ادعو ازاي شخص. بس افرض حد هو بقى اللي دعاني وانا المفروض ارد عليه، ازاي ارد الدعوة على الدعوة؟ في برضو 3 حاجات ممكن نقسمهم ل4 يعني. ليه؟ لان اول حاجة انا هشكره، يعني اكيد هشكر الشخص ده واقول له شكرا ميرسي اي حاجة، يعني اكيد حد بيعزمني. تاني حاجة هقول له تهنئة، يعني مثلا زي congratulation، زي مبروك كده بنقولها لو حد بيعزمني على فرحه. تمام. لو عيد ميلاده بقوله كل سنة وانت طيب، ففي تهنئة. دي ايه؟ دي تاني حاجة. تالت حاجة بتتقسم لنوعين بقى. تتقسم لايه؟ لا اما قبول الدعوة يا اما رفض الدعوة. يا اما انا جاي تمام وهقول له انا جاي، ويا اما هرفض انا مشغول مش قادر مش هقدر اجي. تمام. يبقى ده كده الرد، ان اول حاجة لازم اشكره، تاني حاجة التهنئة، تالت حاجة بتتقسم لنوعين، يا اما هقبل يا اما هرفض. طب لو اشكر اقول ايه؟ merci pour ton invitation، شكرا لدعوتك. merci كلنا عارفينها. pour معناها لكي او حرف اللام، وهو مترجمها عندنا حرف اللام اهي، ومينفعش نقول لكي يعني على حسب معنى الجملة. merci pour ton invitation، شكرا لدعوتك. ممكن اقول merci beaucoup، merci beaucoup، شكرا جزيلا. ممكن اقول je te remercie، je te remercie، اشكرك. ده كده الشكر ومفيش اي حاجة صعبة، يعني ال3 سهلين. تاني حاجة التهنئة. انا لو ههنئ حد ممكن اقول له ايه؟ لو بالعيد ميلاد ممكن اقول bon anniversaire، bon anniversaire، عيد ميلاد سعيد. او بالعامية كده كل سنة وانت طيب. ممكن اقول ايه كمان؟ joyeux anniversaire، joyeux anniversaire، برضو انا عيد ميلاد سعيد. طب تالت حاجة ممكن اقول je te souhaite، souhaite دي معناها يتمنى، ده verb souhaiter يتمنى. اسمها je te souhaite، اتمنى لك un bon anniversaire. و bon anniversaire هي نفس الكلمة اللي فوق اهي، عيد ميلاد سعيد. je te souhaite un bon anniversaire، اتمنى لك عيد ميلاد سعيد. يبقى ادي ال3 بتوع التهنئة. طب انا خلاص شكرته وقلت له برضو تهنئة. تالت حاجة يا اما هقبل يا اما هرفض. لو انا هقبل ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول d'accord، موافق. d'accord. ممكن اقول avec plaisir، avec plaisir، بكل سرور. ممكن اقول pourquoi pas، ليه لأ، pourquoi pas. طب انا مش فاضي وعايز ارفض الدعوة دي، اقول ايه؟ ممكن اقول désolé، désolé يعني اسف، désolé. ممكن اقول excusez-moi، معذرة، excusez-moi، معذرة. وكمل اقول je ne peux pas venir، انا مش هقدر اجي، لا استطيع ان اتي. بودي ده فعل اسمه بوفوار، يستطيع. تمام. يبقى excusez-moi je ne peux pas venir، معذرة لا استطيع ان اتي او لا استطيع الحضور. ممكن اقول désolé، ممكن اقول excusez-moi. تمام. كده احنا خلصنا الجزئية دي. طب احنا قعدنا ناخد بقى ونتكلم كتير وناخد حاجات وانا مش فاهم اصلا هو انا هتسأل في ايه. هقولك اللي احنا قلناه كله ده كده في الصفحة دي هتسأل فيه يا اما في المواقف يا اما في الكومبليت. في المواقف يسألك ازاي؟ يقولك مثلا انت بتدعو صديقك لحفلة عيد ميلادك، انت هتقول له ايه؟ يبقى هتقول له حاجة من ال3 دول، مثلا زي دول كده، حاجة من دول je t'invite à mon anniversaire، je t'invite à fêter mon anniversaire، حاجة منهم. تمام. طب لو يقولك انت بتقول الميعاد لصديقك، يبقى تقول له ايه؟ هتقول له برضو حاجة. الجملة دي هتلاقي مثلا زي دي، هتقول له اليوم، هتقول له الميعاد او المكان. فانت بتدعو حد. طب قال له انت، لو قالك انت بتشكر صديقك، يبقى هتقول له برضو هتلاقي حاجة من ال3 دول. طب
طب ممكن يجيلنا في الكومبليت ازاي؟ طيب ممكن يجيلنا زي يجيب لك مثلا جو تنفيت نقط وكمل انت، يبقى انت ايه، انت اخدها قبل كده. ممكن تقول مون انيفرسير، تحط الجمله دي. تمام. فالاسئله هتجيلك بالشكل ده، فلازم تكون حافظهم وعارفهم كويس قوي. تمام يا جماعه، ان شاء الله ميكونش فيه اي حاجه صعبه في الحته دي. نشوف بقى اللي بعده. اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ pour fêter les anniversaires il faut. علشان نحتفل بعيد ميلاد اكيد في حاجات لازم تكون موجوده، يعني احنا مش هنحتفل وخلاص. لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في عندنا ان جاتو. يعني طالما هتعمل عيد ميلاد يبقى لازم تكلف نفسك يا حبيبي، لازم تجيب ايه؟ جاتو. طب ممكن ايه كمان؟ دي بالون، لازم ننفخ بلالين بقى ونظبط الشقه. يبقى ان جاتو، دي بالون الاسم ما بتتنطقش، اخر حرف ساكن لا ينطق. دي بوجي، دي بوجي، يعني ايه بوجي؟ الشموع، برضو الاسم ما بتتنطقش. دي بوجي. دي بواسون، دي بواسون المشروبات. خلي بالك ان في بواسون نفس الكلمه بس بي تقيله، دي معناها سمك، اللي بي تقيله معناها سمك، لكن اللي بي خفيفه دي معناها مشروبات. يبقى يلزم الفو دي، ده تعبير معناه يلزم. pour fêter، لكي نحتفل بعيد الميلاد il faut un gâteau، des ballons، des bougies و des poissons. ممكن يجيلك في الكومبليت يجيب لك الجملة دي كده pour fêter les anniversaires il faut، وانت لازم تقول حاجة منهم. تمام. دي كده الجزئية دي. اللي بعده، علشان اسأل عن مناسبة اقامة حفلة ما، عايز اسأل حد قال لي انا عامل حفلة، انت عايز تسأله هو انت عامل الحفلة دي مناسبة ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له à quelle occasion tu fais cette fête. في أي مناسبة، لما جينا قلنا كلمات، كلمة occasion معناها مناسبة. في أي مناسبة tu fais، أنت تقوم cette fête، هذه الحفلة. تمام، ده السؤال. طب لو هرد هقول له je fais une fête، أنا بعمل الحفلة دي à l'occasion de mon anniversaire، بمناسبة عيد ميلادي. ممكن تيجي في المواقف برضو. دي كده الجزئية اللي هنا. اللي بعده à la fête d'anniversaire، في عيد الميلاد في حاجات بنعملها زي ايه؟ زي ان سوفل، احنا مش قلنا ان احنا هنجيب شموع؟ ان سوفل لي بوجي، هنطفي الشموع. صاحب العيد ميلاد لازم يطفي الشمعة. ان سوفل لي بوجي، هنطفي الشموع. طب تاني حاجة، الناس مستنية الأكل يا جدعان، اسمه ايه بقى؟ on mange du gâteau، on mange du gâteau، نأكل الجاتو. ايه كمان؟ on prend des poissons، on prend des poissons، نشرب بقى الحاجة الساقعة والحاجات دي. اللي بعده كمان on écoute de la musique، في ناس بقى بتشغل أغاني وحاجات ويقعدوا يهيصوا. on écoute de la musique. on chante et danse، بنغني وبنرقص. on chante et danse، بنغني ونرقص. ايه كمان؟ on offre des cadeaux، المفروض دي أول حاجة أصلا، أول ما تخش الباب بتديله الهدية، بس المهم on offre des cadeaux، on offre des cadeaux، بنقدم الهدايا. دي كده الجزئية اللي هنا، وان شاء الله ما يبقاش برضو فيها حاجة صعبة. اللي بعده بقى، اكيد حضرتك وانت داخل هتبقى جايب حاجة في ايدك، يعني مش رايح تاكل الجاتو وتشرب بس حاجة الساعة وخلاص. ففي هدايا لازم نجيبها. يعني ايه هدايا؟ دي كادو، دي كادو. تمام. زي ايه؟ في ناس بتجيب اون بسكليت، عجلة، اون بسكليت، اون مونتر، اون مونتر ساعة، اون كرافات، كرافتة، الناس الكبار كده ممكن واحد يجيب لهم كرافتة. اون كرافات، اون باج، ما اسموش باجيو عشان بسمع حاجات غريبة، اسمه باج، اون باج، خاتم. ان فولارد، ان فولارد اللي هي الكوفية او السكارف، اسمه ايه؟ ان فولارد. ان فلاكون دو بارفان، ممكن حد يجيب لك بارفان. ان فلاكون دو بارفان. ان بوكي دو فلور، حد يقول لك ورد. ان بوكي دو فلور. دي لونات دو سولي، كنا اخدين السنة اللي فاتت كلمة لونات معناها نضارة، وسولي يعني شمس، فالاتنين مع بعض يبقى نضارة شمس. دي لونات دو سولي، دي لونات دو سولي. دي كده الجزء بتاع العيد ميلاد. عرفنا ازاي ندعو شخص، ازاي نشكره، ازاي نقوله تهنئة، وازاي نقبل الدعوة ونرفض الدعوة، ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجودة في العيد ميلاد، وبنعمل ايه في العيد ميلاد، والهدايا. ده الجزء بتاع ده الجزء بتاع ايه؟
بتاع الدعوة وازاي نرد على الدعوة والعيد ميلاد، وعرفنا فيه كل حاجة. هنشرح ايه تاني بقى؟ الجزئية اللي بعدها dire la date anniversaire، ازاي اتكلم عن تاريخ الميلاد بقى. تاريخ الميلاد يعني لازم اكون عارف الشهور. نقول الشهور مع بعض على السبورة ويلا بينا. اول شهر معانا، او هما اصلا في الاول كام شهر؟ هما 12 شهر. اللي عارفهم بالعربي واللي عارفهم بالانجليش هيبقى سهل عليه شوية بالفرنش، لان هما يعتبروا شبه شوية الانجليش. ازاي؟ اول شهر معانا وهو شهر جانفيي. جانفيي اللي هو شهر ايه؟ شهر يناير، جانفيي. طب وتاني شهر اللي هو فبراير اسمه فevrier. فevrier قول ورايا، فevrier. يبقى جانفيي فevrier، جانفيي فevrier. طب وتالت شهر مارس اسمه مارس. مارس ده شهر مارس. طب ورابع شهر اسمه افريل اللي هو ابريل زيه، يعني بالانجلش اسمه ابريل او مش عارفه منطقه صح ولا لا. ابريل وبالعربي اسمه ابريل، واسمه عندنا بالفرنش افريل. افريل ده كده رابع شهر. طب وخامس شهر، شهر خمسة. شهر خمسة اسمه مايو عندنا، اسمه بقى بالفرنش ماي. ماي. يبقى جانفيي فevrier مارس افريل ماي. شهر ستة اسمه جوان. جوان اسمه ايه؟ جوان ده شهر ستة. شهر سبعة اسمه جويلي. جويلي ده شهر سبعة. شهر تمانية اسمه، هو اصلا شهر ستة اسمه ايه؟ يونيو. وشهر سبعة اسمه يوليو. شهر تمانية اسمه اغسطس، اسمه بقى بالفرنش اوت. اوت. تمام، يبقى تمانية اسمه اوت. شهر تسعة، شهر تسعة بصوا بقى، بالعربي اسمه سبتمبر، بالانجلش اسمه سبتمبر، وبالفرنش اسمه سبتمبر. هو بس ايه يعني بنحب ندلعه شوية بالفرنش، بس هو نفس الحاجة سبتمبر اهو. ده كده شهر سبتمبر. سبتمبر. طب شهر عشرة اسمه ايه؟ اسمه اكتوبر. اكتوبر بالعربي اسمه بقى بالفرنش اكتوبر. اكتوبر اهو، اكتوبر. طب اللي بعده شهر 11. شهر 11 بالعربي اسمه نوفمبر، عندنا اسمه نوفمبر. نوفمبر. طب واللي بعده شهر ايه؟ اخر شهر وهو شهر ديسمبر، اللي هو شهر 12 اسمه ديسمبر. ديسمبر. تعالوا بقى نقولهم مع بعض تاني. جانفيي فevrier مارس افريل ماي جوان جولي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. تاني جانفيي فevrier مارس افريل ماي جوان جولي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. تاني اخر مرة وحاول تقول معايا. janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre. تمام، ادي شهور السنة، حاول تحفظهم كويس قوي. تمام، شهور السنة 12 نحفظهم شبه الانجليش شبه العربي برضو شوية. ونرجع بقى للبي دي اف بتاعنا. هنا ادينا قلنا الشهور السنة، نيجي بقى نشوف هو بيقول لنا ايه هنا. تاريخ عيد ميلاد يمكن ان نعبر عنه بطريقتين. ازاي نعبر عنه بطريقتين؟ ممكن اقول مون انيفرسير ايه واحط ارقام عادي، بس لازم فاكر فوق لما قلت لك لازم احط قبل الايام والشهور احط له نفس الكلام اهو حاططهم. تمام، بس وممكن اقول ايه مون انيفرسير واحطها لو 5، ما هو 5 يعني 5.
شهر 3 شهر 3 اهو مارس، يبقى اقول له 5 مارس. 3 عيد ميلادي 5/3. يبقى اما بالاعداد يا اما بالحروف. الملحوظة اللي في المربع بيقول لي اسماء الشهور لا تبدأ بحروف كبيرة، ما ينفعش احطها بحرف كابيتال، لازم يبقى حرف سمول، وتسبق بحرف الجر اون. يبقى الشهور بتسبق بالاون، الايام بتسبق باللو، والساعة لما قلنا فوق الساعة بتسبق بحرف الجر يبقى الايام باللو، والشهور بالاون، والساعة تنسوش الحتة دي عشان بتسألوا فيها. تمام. mon anniversaire est en mai. عيد ميلادي في شهر مايو، في شهر 5. تعالوا نشوف اللي بعد كده. الاكتيفيتي اللي معانا دلوقتي بيقول لي اكري لي دات، اكتب لي التاريخ بتاع ميلادك، بتاع الميلاد الموجود، دي ممبر بتاع الاعضاء دو تا فامي، عائلتك، بايه؟ هو مديها لي ارقام وعايزني اكتبهم حروف. اكتبهم ازاي؟ مون فغير اخويا اتولد 24/3. 24 يعني 24. 24 اكتبهم هنا عشان مش هتقضي فوق. ادي 24 محدش ينسى اللو. بص هو كاتب لي هنا اللو، هنا مش كاتبها، فلازم انا اكتبها لو 24 وبعدها شهر 3 اللي هو مارس، ده شهر 3. طب اللي بعده مسيو اختي اتولدت 7/9. 7 يعني 7، وما تنساش لو 7 وبعدها شهر 9. شهر 9 كان ايه فوق؟ نرجع شهر 9 يعني سبتمبر، فاروح كاتبه سبتمبر اهي، ادي سبتمبر. طب اللي بعده بيقول لي مامير امي اتولدت 14/11. تتقال ازاي 14/11 دي؟ امسح بس عشان نشيل مكان. 14/11 14 يعني 14 اهي، و11 11 يعني ايه؟ الناس اللي لسه ما حفظتش يعني نوفمبر. وطبعا ما ننساش اللو في الاول. طب بيقول لي مون بير اتولد 5/5. يعني ايه 5؟ يعني 5. 5 يعني 5، وما ننساش لو 5 و5 شهر 5 يعني ماي. تمام. طب واخر واحدة بيقول لي مون كوزان ابن عمي اتولد في شهر، اتولد في يوم 4/8. 4/8 يعني ايه 4؟ يعني 4. 8 ده شهر 8 اللي هو ايه؟ اللي هو اوت اهو، اوت نكتبه ونكتب اللو هنا لو 4 اوت، 4 اغسطس. احنا ممكن بقى يتسأل في الحتة دي في ايه، في موضوع الشهور ده، يروح يكتب لك في القطعة الوثيقة يقول لك مثلا اتولد في 14/8. تمام. وتحت يكتب لك ايه في الاختيارات، يكتبها لك بالحروف. فانت لو مش حافظ الارقام والشهور هتضيع منك درجة، هتضيع منك درجة هايفة بصراحة. تمام يا جماعة، وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك للقناة واعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك باذن الله. ولو حابب تنضم معانا في جروبات الاونلاين هسيب لك رقم تليفوني في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم في فيديو جديد. au revoir.